والأخبار والمتابعة زادة لنسق هكا الأحداث اللي نعيشوا على وقعها إن شاء الله. ديما كان الأخبار الزينة احنا دايما نتمناوها، لكن يبدا فما احتجاج أو تبدا فما مطالب أكيد تكون حاضرة على موجاتنا، سورتو انهم يحبوا يوصلوا أصواتهم في متابعة لاحتجاج الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل. اليوم اختاروا 13 أوت باش يعبروا على مطالبهم، باش يوصلوا أصواتهم في يوم خلينا نقولوا يتزامن مع عيد المرأة، واليوم حبوا يوصلوا كما قلنا المطالب مجموعة من الدكاترة من المهندسات اللي يقراوا واللي عداوا عمرهم الكل في العلم. دونك معنا دكتورة منى اللي تكون حاضرة على موجات جوهرة فام من أمام وزارة التعليم العالي. نقول لها صباح النور وأهلا وسهلا. صباح الورد، صباح الياسمين. شكرا لجوهرة فام اللي حابة تقوم بالتغطية الوقفة نتاعنا الاحتجاجية أمام وزارة التعليم العالي. خلينا نفهموا دونك انتوما الوقت هذا قدام الوزاره قداش من دكتوره ودكتور، قداش من معطل عن العمل؟ هو الحقيقه احنا بدينا الوقفه نتاعنا من يوم 11 اوت بديناها، وتجمعت اعداد كبيره معناها، وقت بقينا وقت المرابطه معناها فما ناس قاعده ترشف الارض وتبات في العراء في الليل باش نواصلوا الاعتصام نتاعنا قدام الوزاره معناها. هذا هو اللي وقع. بقينا حبيت اليوم بمناسبه العيد المراه جوستومون كنت نتمنى انه نحتفلوا بالعيد، ولكن للاسف معناها مراش عيد معناها، ماهوش عيد وقت اللي في بلادنا المراه الفلاحه تموت في الكياسات والمراه الدكتوره تفترش الارض، ومعناها فقط معناتها طلب حقها في الشغل لا اكثر ولا اقل معناها، خاصه بعد معناها سنوات من الخبره ومن العمل بمعناتها عقود هشه معناتها. ورغم اللي احنا فرحنا في قلنا سياده الرئيس معناها يحب يلغي كل ما هو تشغيل هش، قاعدين نستناو معناها باش ينوبنا معناها نصيب من هذا. نأمل من سيادة الرئيس أنه يسمعنا ونوصلوا له صوتنا. رانا معناها دكاترة باحثين معناتها فئة العلماء معناها يصير فيها كيكة ماناش فاهمين علاش. أهم المطالب لو كان نبداو نبوبوا هكا بالأولوية، على قائمة المطالب بالأولوية أكثر مطلب ملح وأنتم تصروا عليه اليوم. الأولوية هي أكيد مقاطعة معناتها المناظرة بالأساس معناها، خاطر يشوبها كثير من الجدل. مقاطعة المناظرة مش معناتها القطع مع المناظرات التي معناتها لا ترتقي معناتها للوضع اللي احنا فيه، نظرا انه معناتها المناظرات وقع ايقافها لعده سنوات، وقع ما تتفاقم العدد معناتها اصبح بالالاف الان معناتها الاف من الدكاتره المعطلين وجميع الفئات معناتها موجوده. هذا المطلب الاول. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني معناتها كذلك معناتها تشغيل الهش معناتها يستغلون معناتها نخدموا ونقريوا معناتها في الجامعات التونسيه لسنوات معدوده، وبعد نلقاو رواحنا معناها بلا شغل. قداش من عام قرايه؟ خلينا نفهم قداش من عام قرايه. عندنا معناتها يقول دكتوره مهندسه يعني 5 سنوات للهندسه، سنتين الماستر، اقل حاجه 5 سنوات للدكتوراه معناها. هذه اقل حاجه معناها وتزيد تقعد معطله عن العمل. ونزيدوا نقعدوا معطلين على العمل، لا تغطيه صحيه لا تغطيه اجتماعيه لا حتى شيء معناتها. احنا بعد ذلك معناتها احنا بشر نمضوا كالناس الكل، ما نلقاوش معناها في فما حالات معناتها صارت موجوده معناها دكاتره للاسف معناتها مرضى امراض مستعصيه، وتعرفوا انتم التكلفه نتاع الامراض هذه ما يلقاوش حتى تغطيه معناتها صحيه اقلها حاجه معناها. وقعدنا وفي الاخر احنا كنا امل الاولياء نتاعنا ينتظروا انه معناتها باش يشوفونا في احسن المراتب، لكن للاسف معناها في الاخر نوليو احنا عالة عليهم
اليوم اقل دكتور اليوم في الاحتجاج يبدا من 40 عمره فما فوق. هيك معدل الاعمار معناها توا خاصه انهم باش يعرس وقت باش يجيب. لا عده حالات اللي ما قدموش على الزواج اصلا معناها. واذا كان معناتها تزوجوا معناتها راهم عايشين في وضعيه معناتها حرجه، فما حتى شكون معناها تلزم معناتها يعمل يخدم في خدمه اخرى، ما مش عيب، ولكن معناتها شيء مؤسف معناها انه دكتور يخدم في معناها 12 سنه علم. اليوم حتى الصوره ككل معناها تخلي الجيل اللي جاي يقول لك باهي هاني قريب. بون احنا نقولوا ان شاء الله تتحل الامور. خلينا نكونوا هكا متفائلين. اليوم اخترتوا نهاير سامبوليك دونك عيد المراه باش الدكتوره اليوم توصل صوتها، فلك المجال سيدتي باش توصل صوتك في عيدك، ومن حقك باش تخدم، ومن حقك بعد تعب وسنوات من العمل ومن المجهودات والعائله اللي انفستيت فيك، دونك من حقها عليك باش انك ترجع لهم شويه. دونك تفضل الكلمه ليك، شنو تحب تقول ولمن توجهين الرساله؟ شكرا. أنا حبيت نضيف حاجة معناتها مثال. مثلا أنا شخصيا معناتها درست لي 17 عام معناها عقود فقط معناها باش تفهموا راهي معناها عمر كامل ضاع معناها في الآخر نطوروا إحنا بالعمل. إذا معناتها باختصار معناتها إحنا نتمناو في عيدنا هذايا سيادة الرئيس هو اللي يسمعنا، خاطر عندنا أمل مادام هو وعد في اشياء اخرى معناتها واوفى، ان شاء الله يكمل يواصل ويسمعنا. والحقيقه كلها معناتها اكيد معناتها ما ينجم يعرفها كان هنا من قدام وزاره التعليم العالي من العالي معناتها في مكان الاعتصام في حد ذاته. نتمنى انه معناتها يتحل المشكل هذايا، خاطر مسألة نتاع 5000 دكتور فما فوق معناها مش شوية. فما وقع معناها إنشاء منصة سجلوا فيها الدكاترة الكل معناتها وجودهم. ما عندناش حتى مخرجات على الإحصائيات نتاع المنصة هذه. نتمنوا أنه نعرفوها، نتمنوا نعرفوا الشغلات الموجودة، ونتمنوا أن نشاركوا ونساهموا في نماء بلادنا لا أكثر ولا أقل. معناتها في الاخر معناها البلدان تتقدم بعلمائها وبالبحث العلمي. اكيد. يعطيك الصحه دكتوره منى. دونك سمعنا شهادتك كما قلنا من امام وزاره التعليم العالي. ان شاء الله صوتك يوصل في يومك، وكما قلنا الاشكال يتحل وتلقاو الوضعيه المناسبه واللي تليق بكنا وبكم بصفه عامه، لانه الاشكال هذا يهم الدكتور والدكتوره المهندس والمهندسه. دونك اللي قراوا واللي تعبوا من حقهم باش يكونوا في اعلى المراتب ويتمتعوا بالامتيازات الكل. دونك شأنهم شأن مهن أخرى واختصاصات أخرى. دونك شكرا ليك في متابعة ديما للأخبار ونبض الشارع ونبض زدا التونسي، إن كان مواطن بسيط وإلا زدا دكتور. دونك وين تبدأ فما أي موضوع إلا ويكون على موجات جوهرة فهم. شكرا ليك ليلى. معكم نوصل ل 11:45 دقيقة. الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة في بيي دون لو. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.